أهلا ومرحبا بكم في بودكاست جديد على قناتي وقناتكم فيروز بودكاست. نتمنى تكونوا في صحة جيدة أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. وانتم كتسمعوا هذا البودكاست فين ما كنتوا في الدار، كنتوا خارجين، كنتوا كتسمعوا هذا البودكاست يعني في البوز ديالكم، مرحبا وألف مرحبا. نتمنى من أي فيروزة يلا التحقات فيروز بودكاست تخلي لايك وتخلي اشتراك باش هكا اي حاجه جديده حطيتها طلع لك تجي الاولى ان شاء الله وتشوفيها وتستافدي، هذه اهم حاجه. ففيروزاتي الزوينات الغزالات، مرحبا بكم في حلقه جديده. انا دائما كنقول فيروزاتي غزالات وفنات وواعيات ومكتملات الانوثه. البودكاست ديال اليوم غادي يكون الموضوع ديالو مختلف شويه، غادي نحاولوا نتوجهوا شويه للفئه ديال العمر العشرينات، المراهقات اللي حتى هما اللي يعني على عتبه العشرينات، اللي كيطلعوا على العشرينات، واللي هما واحد الشريحه كبيره اللي متبعاني. انا عارفاكم متبعيني، فعطيوني وديناتكم في البودكاست مزيان. فعنوان بودكاست اليوم هو نصائح لعمر العشرينات، كيفاش تعيشي عمر العشرينات ديالك وتكون حياتك مليئة بالنجاح أولا وبالازدهار وبالتقدم وبالوفر والخير إن شاء الله. فغادي نلخصوا هذا البودكاست في ستة ديال نقاط مهمة اللي غنهضروا عليهم بالتفصيل إن شاء الله. أول نقطة باش نعيشوا عمر العشرينات، وإحنا عارفين أنه دائما البنيتات يعني المراهقات كيوقعوا عندهم واحد اللخبطات هرمونيه، فما كتبقاش فاهمه راسها، مره مقلقه، مره كاعيه، مره غير منغلقه على راسها، مره غير مكتئبه غير بوحدها. تقدر غير اللي زيات في ودنيها تبقى تسمع نهار وما طال اي حاجه وصافي غير ساده على راسها، واللي هضر معاها دير لي حاله. هاد الاشياء هذه عاديه جدا، ولكن اللي ماشي عادي هو انك ما تحاوليش تغيري من راسك. فاول حاجه واول نقطه غنبداو بها هي اعترفي بهاد المشاعر هادي. كل وحده كيفاش كتجيها المراهقه ديالها. كاين اللي كتجيها المراهقه ديالها صعيبه، ملي كنقول صعيبه بمعنى كتكون عصبيه، اللي دوا معاها كتقلق، كتاخذ الامور بواحد الحساسيه زايده، لدرجه غير الوالدين ديالها لا هضروا معاها تقدر تقلق وتتهز في قلبها. فاول حاجه نبغيك ديريها انت اللي كتسمعيني هو انك تعترفي بالمشاعر ديالك ياك، وتقولي مثلا انا جاتك المراهقه، مثلا انك حسيتي براسك يعني باغا الخروج، باغا يعني تسافري، باغا يعني تمشي للغيستو، قولي انا بغيت نعيش مثلا هاد الحياه هادي ياك، ولا انا مثلا في التقليقه نحاول نحيدها مني لانها ما غتوصلني لفين. وديروا في بالكم انها راه غير واحد المرحله زمنيه كدوز، راه ما كنبقاوش فيها حياتنا كامله. هذه اهم حاجه. فاعترفي بالمشاعر ديالك وحاولي ما امكن انك تصلحيها، وحاولي انك تكوني دائما ايجابيه. انا عارفه هذه المرحله صعيبه، خصوصا الا ما لقيتوش يعني شكون اللي غادي ياثركم في هذه المرحله هذه. كاينه انا نعاونكم ان شاء الله يعني بهذا الشيء اللي كنقول لكم دابا، ومازال ان شاء الله فيديوهات مخصصين يعني للمراهقات والفتيات الزوينات الفنات وفيروزات اللي في عمر العشرين. فقلنا اول نقطه وهي انك تعترفي بالمشاعر ديالك. ثاني نقطه غادي نهضر عليها وهي انه في هذه المرحله هذه خصك تحددي الاهداف ديالك. ورجوعا وعلاقة بالنقطة اللي قلت، خاصك تعرفي الأهداف ديالك. يعني لقيت راسك كتموتي على السفر وبغى الفلوس وبغى الرويح وبغى الميكاب وبغى هادي وبغى هادي، عارفي شنو الهدف ديالك، كملي قرايتك ووصلي لذاك الهدف اللي بغيتي وهذاك الليفل ولا داك اللايف ستايل اللي انت باغيه واللي كتشوفيه في لي ريزو سوسيو. فحدوا الاهداف ديالكم. بغيتي تولي طبيبه راه ما جاتش غير بين ليله وضحاها ولا الطبيبه. بغيتي تولي انجينيوره غتخدمي، يعني خصك تضربي يعني واحد النقاط يعني مرتفعين في المواد العلميه، خدمي عليهم. عندك شي مشكل في شي ماده حاولي تصلحيها باش الهدف ديالك تحققيه، والهدف ديالك دائما يكون قدام عينيك. ويا ريت يا ريت يا ريت البنات لو انكم ديروا الفيجن بورد انا ديجا هضرت عليها، غادي نخلي لكم اللين في لي كومونتير. الفيجن بورد زوينه انك تحطي الهدف ديالك، وانك غادي خصوصا الاهداف اللي غتكون بعيده المدى ماشي قصيره المدى، يعني في لونغ تيرم يعني بعيده المدى، ولكن ديري في بالك انك غتوصلي ليها وكوني على يقين انك غادي توصلي ليها ان شاء الله.
النقطة الثالثة اللي غادي نهضروا عليها هو أنك تكوني واقعية بعدا في الأهداف ديالك. هذه يعني عندها مرتبطة بالنقطة الثانية اللي قلت، نكون واقعية في الأهداف ديالي. ماشي غادي نقول مثلا أنني غادي مثلا غادي نحقق واحد المبلغ مالي يعني مرتفع بزاف في واحد المدة، وأنا يلاه باقا كنقرا وأنا هادي وأنا هادي. هنا راه كنمشيو بلا ما كتحسي، كتولي كتمشي لواحد الطريق اللي ما مزياناش واللي ما غتوصلكش فين. راكم فهمتوني علاش كنهضر. فلهذا كوني واقعية في الأهداف ديالك. نقطة رابعة اللي غنبغي اللي نوصيك عليها وسمعيني مزيان هو أنك تقني مهارات soft skills. حنا عارفين دابا بزاف ديال لي soft skills ولاو يعني كيعيشوا ناس كتار. جرافيك ديزاين كاين، البرنت اون ديماند كاين، انك تخدمي في البلاتفورم فايفر كاين. بزاف مازال ان شاء الله غادي نهضر في بودكاست اخر على كيفاش يعني يكون عندك واحد مصادر دخل متعدده من غير يعني خدمتك ولا هذا، ولا من غير لابورس يعني في حاله البنات اللي يلاه كيقرا ولا يعني يلاه يعني مقبلين على الحياه. غادي نهضر عليه ان شاء الله. الا بغيتو نقدروا نسبقوا في بودكاست جاي، ما عليكم غير تقولوها لي في لي كومونتير. فقلنا دائما انك تقني مهارات سوفت سكيلز، كيفاش تعرفي كيفاش تهضري مع الناس، كيفاش تاخدي يعني هذيك الكلمه وسط الناس وما تخافيش، وخدمي على لغه الجسد ديالك. هذا العمر هذا حاولي انك يعني ما امكن خدي ما امكن ديال المعلومات. قراي الكتوبه، ما كانوش كيعجبوك الكتوبه، سمعي لي بودكاست، سمعيه بطبيعه الحال وسمعي لي بودكاست. كاين بزاف ديال لي بودكاست على الكتوبه، في عوض ما انك تبقاي تقراي وما كيبقاش لك الوقت مع القرايه، يمكن انك تسمعي لي بودكاست. حاجه واحده اخرى اللي غنأكد عليها هو تعلموا اللغات وخصوصا في سن صغيره كيكون الدماغ يعني باقي خفيف، يعني تقدري تكابتي اي لغه بغيتيها، خاصك غير المداومه. والحمد لله لي كونتوني عطا الله في يوتيوب، يعني ماشي شي حاجه اللي غادي توحلي فيها. كتعجبك اللغه الاسبانيه، سمعي الكونتوني بالاسبانيه. كتفرجي في نتفليكس، قلبي الترجمه ديريها هي بالاسبانيه. عزيزه عليك الانجليزيه، يعني الانجليش دابا راه ولات هي بوابه العالم، اوبليغاتوار انكم خصكم تكونوا كتهضروا بلونغلي. نكونوا واقعيين البنات وصريحين خصكم تقنوا لونغلي. ما عندكش شي عذر انك ما تكونيش كتهضري بلونغلي في هذا الوقت هذا، ديروها في بالكم. ولونغلي غتحل لكم بزاف ديال الافاق في الحياه كامله ان شاء الله. خامس نقطة اللي غادي نهضر عليها وهي أنك تحرصي على تغذية الجانب الديني. وأنا دائما هاد النقطة كنهضر عليها بزاف في البودكاست. وحنا في سن صغيرة يمكن كنكونوا ما عارفينش، كنكونوا باقيين طايشين، كنكونوا يعني، ولكن الحمد لله يعني بهادشي اللي ولينا كنشوفوا في الانترنت وبالكونتوني اللي يعني كيشجعنا على ان يعني نزيدوا نعرفوا الدين ديالنا اكثر. فاني ما بقاش عندنا صراحه، ما بقاش عندنا يعني واحد الشيء عذر اننا ما نعرفوش الدين ديالنا واننا ما نقراوش عليه. فلهذا يعني غير ايطاب باغ ايطاب، بدا غير بالتسابيح ديالك، الصلاه ديالك في الوقت، وكونوا اكيدين والله يا البنات غادي تلاحظوا واحد الفرق. تحياتك غادي تكون ميسره ان شاء الله، وغتامني وكلك يقين بالله سبحانه وتعالى غتوصل لاهدافك بطبيعه الحال مع الصلاه والذكر والاذكار. انا كنوصيكم اني بتغذيه الجانب الديني، ما تهملوش الجانب الديني البنات، وياكم خصوصا في هذا السن. اخر نقطه اللي غادي نهضر عليها وهي نقطه مهمه ومازال غنهضر عليها ان شاء الله في بودكاست جاي ان شاء الله، في يعني البودكاست الجايين ما غنحدوش بزاف، ما غاديش نقول لكم بالضبط امتى. هو البعد على العلاقات غير الشرعيه. ولا مثلا كنسمعوا مثلا هذه مثلا تصاحبت مع هذا ولا هذه دارت علاقه مع هذا الشيء نتوما في غنى عنه. انا ما فهمتش كيفاش بنات باقين يعني ما شاء الله عليهم وغاديين يعني مع شي وحدين، وهذوك راه كتسمى علاقات غير شرعيه، راه تسميوها كيف ما سميتوها. هذاك راه كتعتبر شي حاجه حرام، شي حاجه اللي كتاديك، شي حاجه كتضيع لك الطاقه ديالك. وانت هذاك الانرجي وهذاك التفكير انت محتاجاهم في قرايتك، انت محتاجاهم في بناء ديال المستقبل ديالك، محتاجاهمش باش ديري لي علاقه مع هذا وتهضري مع هذا ولي زابيل مع هذا والواتساب مع هذا والسناب والحاله. هادشي ما لايقش. وانا عارفه هاد الهضره هادي تقدر ما تعجبش بزاف ديال البنات، ولكن راه ما غتوصلي فين. نهضر مع هذا ونهضر مع هذا وخصني هذا وهذا قال لي عطاني نمرتك وهذا فين غاديين؟ هادشي راه ما كيوصل فين، هادشي كيهدك انت،
ياك، وكتولي يعني كلك مكتئبه ولا هذا ما هضرش معايا. ومالك على حالتك من الاول. فبعدوا على العلاقات الغير الشرعيه، لانها راه كتبقى علاقات غير شرعيه محرمه وربي ما كيرضاش بها. واي حاجه ما كيرضاش بها الله سبحانه وتعالى كونوا اكيدين ان راه ما فيها خير ليك، فلهذا من الاحسن انك تبعدي عليها. ففيروزاتي زوينات وصلت النهايه ديال البودكاست. نتمنى يكون هذا البودكاست يعني انا حاولت نعطيكم يعني ديال النقاط اللي مهمه بزاف، ومازال ان شاء الله نقدروا نديروا جزء ثاني لهذه النصائح، لانه هذا العمر بزاف مهم بزاف. ويمكن نصائح اللي انا ما لقيتهمش ولا وحدين اخرين اللي ما لقاوهمش نعطيوهم لهاد البنيتات اللي يلاه في عمر الزهور فيروزات يعني زويونات فنيونات هما في طريق الانوثه وفي طريق النجاح وفي طريق المستقبل ان شاء الله وازدهار وكل كل كل خير ان شاء الله. فنتلاقاو في بودكاست جاي ان شاء الله. السلام عليكم.